الوليدات ديالي مرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله. شو العنوان؟ عاوتاني فين غنمشيو ان شاء الله للشاله نشوفوا في حله جديده ونكتشفوا البلاصه هذه المعلمه التاريخيه اللي كيعرفها الصغير والكبير. موقع اثري شاله الاخوان. بالنسبه لموقع اثري شاله نديروا فيها واحد القهوه حتى هي اللي نمشيو ليها ونكتشفوا الاخوان وتعرفوا عليها معايا دائما في قناه مروان فلوق. فرجه ممتعه. إذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش الاشتراك، لي لايك، لي كومونتير وتفعيل الجرس. على بركة الله نبداو الفيديو ديالنا، ونتمنى ان شاء الله الفيديو هذا يكون ناضي. عاش الاخوان من شحال كنتمنى انني نزور شاله قبل ما يسدوها. يلا معايا الاخوان. وليدات غتسولونا دابا واش غتمشي تسركل بوحدك؟ لا، طبيعه الحال ما غنمشيش بوحدي، حتى هو عنده محتوى زوين كيدير وتيقدم فيديوهات واعرين. الياس يلا الاخوان غادي نخلي لكم حتى هو لاباج ديالو في اليوتيوب. مرحبا بكم واكتشفوا القناه ديالو. دراري واش معايا واحد الحاجه في الفيديو يلا الشهره ديت لها البال. ديديكاس لهذا السيد هذا اللي داز وقدم لكم التحيه. الصراحه جاتني بشكال ما رديتش ليه البال الصراحه، كون شيرت عليه وسلمت عليه. الاخوان ديالي كيف وعدتكم ما غنكونش بوحدي، غادي يكون معايا إلياس. يلا وصلنا خويا. مرحبا بكم معنا. يلا وصلنا الاخوان ان شاء الله غادي ندخلوا نكتشفوا البلاصه وتشوفوا معي ان شاء الله. الفلوق ديالنا غادي يبدا. مرحبا بكم، فرجه ممتعه. الوليدات حنا جينا في الصباح قلنا غادي نجيو غادي نلقاو الدنيا خاويه. الساعه ما نكذبش عليكم لقيناها عامره بزاف، وغادي ندخلوا غنشارك معكم الاثمنه ونشارك معكم كل شيء تعرفوا ان شاء الله معايا في هذا الفيديو. الاثمنه ديال الدخله ديال شله، بالنسبه للاثمنه ديال القهوه حتى هي غادي نشارك معكم. غنشارك معكم المني، غنشارك معكم الاجواء، ونتمنى تلقاو داكشي اللي بغيتو في شله الاخوان. الاخوان غادي نمشيو نقطعوا التيكي وغنشارك معكم الثمن شحال غادي نقطعوا لي تيكي ان شاء الله. Es que mi móvil anterior hacía así, que es un Xiaomi. Sí. Tuve dos Xiaomi. Y pasaste cuál es el bueno. Este es un Pixel. Pero creo que sí está mejor. Creo que este es mejor para fotos. Porque بالنسبه للاخوان ديالي كيف كتشوفوا معايا التيكي ديالنا خدناها ب 35 درهم، وإلا بغيتو الدليل الصوتي الثمن ديالو 25 درهم. الاخوان ديالي مرحبا بكم معنا. بالنسبه للدليل الصوتي هو هذا الاخوان، الثمن ديالو 25 درهم. كديروا في الودن ديالكم. هاك اخويا هاك. اخوان حنا يلا دخلنا شي حاجه واعره هنا نشاركها معكم ان شاء الله. واول مره كنجي الموقع اثري شاله الاخوان، ندير شي حاجه خياليه ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفلوق ديالي. الاخوان حنا يلا بدينا. بالنسبه للدليل الصوتي كنا كنصحبوه اننا غادي نشدو في يدينا، يعني غادي تسمع الصوت، ولكن هما كيعطوك واحد ليزيات كديرهم في الودن ديالك، وقد ما نتايا كدوز لشي بلاصه وفيها الرقم كتكليك على الرقم ديك البلاصه اللي فيها نتايا وكتسمع، يعني كيعطوك التاريخ ديالها من الاول حتى الاخير كيفاش حقبه في هذه البلاصه هذه. الياس انا كنصحهم بواحد القضيه ديال انهم يجيبوا معكم شي كيتمان خيط، الا كنتو بغيتو تشاركوا بجوج جوج يجيبوا معكم. ها هي باش يدار هنايا، ها هي واحد نمشي هنا والثاني يدير. المهم حنا شي دابا حنا نغلطوا ولكن نتوما ما تغلطوش. بغيتي لي سكتي اخبارك؟ نعم هذه سكتي دابا لا راه كاين الرقم، ملي كتوصل للرقم كتكليكي عليها تما كاين في الدليل الصوتي كيعطوك المعلومات على البلاصه. بالنسبه للاخوان البلاصه هي هذه، حنا يلا تنكتشفوا معكم، نتوما احسن نتوما تكتشفوا معنا. وكيف الا جيتوا من احسن نجيبوا معكم واحد كيت واحد اخر باش ديروه تستافدوا لك نتوما جوج. البلاصه هذه انا بالنسبه لي اول مره كنجي وبغيت نشارك معكم الاخوان، ولكن شي حاجه واعره الصراحه. الاثمنه راه في متناول الجميع، الدخله ب 35 درهم والاجانب ب 70 درهم،
وهنا كاين واحد الاطلاله واعره كيف كتشوفوا معايا الاصدقاء. ماشي يبان لكم مواقع ديال روما والمعلومه ان هاد الشله هادي تعاقبوا عليها تقريبا 3. المهم تعاقبوا على الفينيقيين هما الاولين، ومن بعد المارينيين والموحدين. الموحدين هما اللي دوراو بالاسوار كاين هنا. هو الباب درتي باب الشمايه على برا، والمارينيين عندهم بعض اثارات الدرس. دابا حنا الاخوان جينا بكري زعما باش نستغلوا الوقت وتكون الدنيا خاويه ونتسرعوا على خاطرنا انا وبا الياس، وجينا لقينا الدنيا عامره. دابا يلاه حلات، الناس كلهم باغيين يجيو يكتشفوا ويشوفوا المعلمه هذه. منهم حنا وجبد اننا السيمانه كامله حنا خدامين، عندنا الويكاند هو اللي كنجيو كنستمتعوا به الاخوان ديالي. كيف كتشوفوا معايا الاخوان فين كنا الفوق، هي هذه عندها واحد الاطلاله، هي هذه عندها واحد الاطلاله كطل على هاد البلاصه هادي. حنا نشوفوا الناس اللي واقفين الفوق فين كيطلوا وفين كيشوفوا. يعني كنحاول انني نشارك معكم كل شيء باش تعرفوها. با الياس وقيلا هنا فين غادي دير رقم 2 على ما اظن باش يعطوك التاريخ على هاد البلاصه هادي. اجي معايا الاخوان، حنا دابا تنكتشفوا وانا ما بغيتش انني نفوت لكم شي حاجه، كنحاول نشارك معكم كل شيء ايطاب بار ايطاب. هانتوما كيف كتشوفوا معايا. المهم انا غادي نقطع لكم هذا البلان اللي كنتو كتسمى. هانتوما هاو فيما غتوصلوا لشي موقع غتلقاو فيه الا خديتوا الدليل الصوتي غادي تلقاو هذا رقم 4. هي غتلقاو هذا الجهاز هذا والرقم ديالو والرقم اللي غادي تطابيوه نتوما هنا باش تسمعوا القصه ديالو. المهم انا غادي نطابي لكم رقم 4 ونسمعوا الشرح ديال هذا البلاصه. زائد هاد كاين واحد التعريف هنايا كان سميتها سالا شحال هذه هذا الموقع الاثري. مدينه سالا القديمه. سالا سالا سالا. أنتم تطلون على مدينة سالا القديمة، وعلى غرار باقي المدن الرومانية تم تنظيم سالا وفقا للمبادئ العمرانية والمعمارية في ذلك الوقت، حيث نجد داخل المدينة شوارع وأزقة مرصفة تشكل شبكة مترابطة. يعد ديكومانوس ماكسيموس بمثابة الشارع الرئيسي للمدينة، ويتجه من الشرق نحو الغرب، عرضه حوالي 12 مترا، مرصف بالحجارة الكنسية الرمادية، محد لتحمل حركة التنقل الكثيفة للعربات والراجلين. ويعتبر هذا الشارع العنصر المنظم للبنايات العمومية التي ترمز للخصائص الرومانية للمدينة، في حين شكل الكاردو ماكسيموم. بالنسبه للاخوان ديال هاد البلاصه هادي سميتها حي الحرفيين، وهاد البلاصه هادي كانوا فيها الدكاكين وكانوا فيها يعني الناس ديال الحرفيين، وكانوا هنا فين كيعصروا الزيتون. يعني كنحاول انني كنصنت في داك الصوت الالي وكنحاول نعطيكم التلخيص ديال البلاصه هادي. بالنسبه للمساحه ديالها تقريبا 1200 متر. كيف كتشوفوا معايا الاخوان ديالي كنحاول نشارك معكم المعلومات الكافيه، وحتى انا كناخذ معكم معلومات على البلاصه هادي. بالنسبه للوليدات هذا هو حي الحرفيين اللي شديته معكم من الفوق، هو هذا المساحه ديالو تقريبا شي 1200 متر. هنا فين كانوا كيعصروا الزيتون، كان هنا منطقه ديال الحرفيين، هنا كانوا فيهم محلات ديال الدكاكين. يعني هاد البلاصه هادي كلها غتسمعوا داك الصوت الالي الموجب الالي، ولكن الاخوان ما نكذبش عليكم لا بقينا كنديو في هذاك الصوت الالي غادي نتعطلوا وما نصورش لكم كل شيء الاخوان. بالنسبه للاخوان هاد البلاصه هذه كانت هي كانوا 3 المعابد هنا فين كانوا كيتعبدوا، يعني المعابد ديالهم. نشوفوا السميه ديالها ونشارك معكم الاصدقاء ديالي. هاد البلاصه هذه سميتها كابيتول. شي هو الاخوان كان كيحتوي على المعبد الرئيسي على الثالوث، الكابيتول الالهي الميثولوجيا. هادشي في عهد الرومان الاخوان. ولكن الاخوان قد ما انكم تجيو لهنا وتكتشفوا وتعرفوا بزاف د الحوايج على التاريخ ديال المغرب. هنا الاخوان كانوا محلات الدكاكين هنا في البلاصه هادي.
يلا معايا نشوفوا البلاصه هذه وتشوفوها معايا. ومرحبا بكم في موقع اثري شاله، تجيو تكتشفوا البلاصه هذه. كيف كتشوفوا معايا الاخوان، هنا كانوا حيوطه، يعني هاد البلاصه هادو هما الدكاكين اللي كانوا في البلاصه هذه. والاخوان هنا اللقالق موجودين بزاف كيف كتشوفوا معايا. وجا هنا يعني كتطر على برج محمد السادس، واد ابي قراق، يعني عنده واحد المنظر واعر في هاد البلاصه الاصدقاء ديالي. دابا الاخوان كيف كتشوفوا معايا، دابا الاخوان كيف كتشوفوا معايا هاد البلاصه هادي عجبتني انا الصراحه. والقهوه كيفاش غادي تكون، الكرسي ديالها كيفاش غادي تكون. وشوفوا اللقالق كاين بزاف، عرفت الاخوان اللقلاق والطوس موجود، ولكن مازال ما تصادفتش معاه، شفتو من بعيد. ولكن الاخوان كنصحكم الا بغيتو تجيو للبلاصه هادي راه واعره بزاف. الياس كي جاتك هاد البلاصه هادي؟ خاصك تجي باش خاص الواحد يجي ويكتشفها. بالنسبه للاخوان البلاصه هذه سميتها المعابد الموريتانيه، كانوا فيها 3 معابد كيف كتشوفوا معايا الاخوان. ولكن الاخوان السياح موجودين تبارك الله، يعني الدنيا عامره، وراك عارف دابا مع الحجر ومع الجو ديال الحراره، يعني تبارك الله، يعني الواحد غادي يسخن مزيان. وإلا بغيتو تجيو الاخوان حاولوا تجيو لابسين نصكم حيت انا متاكد غادي تجيو غتحسوا بالحراره. بالنسبه للاخوان هذا الباب هذا سميتو باب عين الجنه، اجي تشوفوا معايا، غادي نوري لكم تشوفوا معايا باب عين الجنه. هو هذا الاصدقاء ديالي، هو هذا. ونشارك معكم بعض المعلومات عليه باش تكونوا عارفين الاصدقاء